الخير على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاية لكم بشقة جديدة كده في الإسكان الاجتماعي. بعد التشطيب والتوضيب. اللي مشطب الشقة دي يا جماعة المهندس ياسر فتحي، ورقمه على الشاشة. بيشطب أغلبية شقق الإسكان الاجتماعي. عامل تشطيب يا جماعة في منتهى الجمال، بجد تسلم إيدك يا باشمهندس. هنا الشقة يا جماعة فيها تشطيبات تحفة، وهتاخدوا منها أفكار جميلة جدا جدا زي ما هنشوف كده مع بعض. هو عامل المطبخ كده أمريكان على الريسبشن زي ما انتوا شايفين، وعامل فيه كده شكل جميل جدا، ومغيرين في سيراميك المطبخ زي ما هنشوف كده مع بعض. وعامل جبسن بورد في السقف شكله جميل جدا بسبوتات بليدات في السقف، وفاتح اول غرفة على الريسبشن عشان تدي مساحة اكبر، وعامل ليد كده بروفايل في السقف شكله جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين. فهو شغله بجد يا جماعة ممتاز جدا. اللي عايز بقى وعنده شقة في الاسكان الاجتماعي وعايز بقى يشطبها، يكلم المهندس ياسر فتحي، بيشطب شقق الاسكان كلها يا جماعه او اغلبيه الشقق. فعامل ديكورات كده تحفه زي ما انتوا شايفين. دي اول غرفه هو فاتحها على الريسبشن زي ما انتوا شايفين، وعاملها بالطابع كده الخشبي، فعامله شكل جميل جدا، وحاطط كده تابلو شكله جميل جدا، وعامل كده تابلوهات وحاجات بالطابع الخشبي. هنا ده كده عامل كده زي ديكور للباب، هو طبعا ما شالش الباب، عامل ديكور كده خشبي زي ما انتوا شايفين. بيدي منظر جمالي، وفي نفس الوقت هو ملغاش الباب بتاع الغرفة زي ما انتوا شايفين، هتشوفوه من على الطرقة. بجد الشقة دي من أجمل الشقق يا جماعة اللي أنا بعرضها لكم. أنا قلت أديكم كده أفكار في تشطيب شقق الإسكان الاجتماعي، وكل واحد بقى بيعمل حسب ذوقه وحسب إمكانياته وحسب ظروفه. أنا مجرد بس بديكم كده أفكار. ومغير طبعا الشبابيك بتاع الشقة زي ما انتوا شايفين كده. هو مغيرش في شبابيك الشقة، لكن عمل ديكورات حلوة كده في السقف وألوان فاتحة زي ما انتوا شايفين، وعامل كده برور وحاجات بالخشب بالطابع الخشبي، فشكلها جميل جدا وذوقه حلو بجد في التشطيبات، وبيعمل تشطيبات حلوة قوي قوي. وعامل كده بار شكله جميل جدا لما فتح المطبخ امريكان على الريسبشن، فعامل بار شكله جميل جدا، وعامل كده زي وحدات بأرفف كده صغيرة فيها ديكورات حلوة بالخشب، فشكلها جميل جدا جدا جدا. الشقة دي يا جماعة تطلعوا منها بأفكار حلوة أوي للتشطيب والتوضيب بتاع شقق الإسكان الاجتماعي. وعند البار كده بصوا عامل برضو وحدة أرفف صغيرة كده للديكور، وعامل كده رخامة حلوة أوي اللي هو الجلاكسي الأسود، وعامل في الطرقة كده ليد بروفايل شكله جميل جدا، ده طالع ترند وجديد زي ما هتشوفوا كده معانا. هنا بقى هو شايل باب المطبخ ملغاش المكان خالص، وهنا متغير في سيراميك المطبخ زي ما انتوا شايفين، وفتح المطبخ امريكان على الريسبشن، فمدي معاه مساحة حلوة قوي قوي. لما المطبخ ده يتفرش يا جماعة هيشيل كل برضو الأجهزة، وهيبقى متنسق ومتنظم بطريقة كويسة زي ما انتوا شايفين. فهو مغير في السيراميك خالص بتاع الشقة زي ما هنشوف مع بعض بتاع المطبخ، لكن الأرضيات زي ما هي، هو مغيرش فيها حاجة. وعامل كده الباب في النص بحيث ان هنا وهنا يتحط وحدات فياخد معاه مساحة أكبر زي ما انتوا شايفين كده. وده الباب بقى بتاع الغرفة اللي فاتحينها على الريسبشن زي ما قلت لكم، فمدية مساحة ووسع جميل جدا. هو عامل ديكورات بصراحة يا جماعة جميلة جدا. ده باب الغرفة اللي هو قافلها وفتحها على الريسبشن زي ما انتوا شايفين. ودي الغرفة التانية، عامل برضو حاجات كده بسيطة وألوان كده هادية وجميلة زي ما انتوا شايفين. وتقريبا سيراميك الغرف متغير زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى للحمام متغير بالكامل بالكامل، هتطلعوا بأفكار حلوة من التويلت ده. مغير القعدة والحوض والسيراميك، وعامل كده حوض بوحدة شكله جميل جدا. سوري يا جماعة. وعامل مراية كده بليدات بروفايل، وعمل كابينة شاور، شال البانيو القدم خالص وعمل كابينة شاور كده شكلها جميل وتحفة
زي ما انتوا شايفين، ووحدات ارفف كده ديكورية بالسيراميك زي ما احنا شايفين كده مع بعض. فشكلها جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين، ومغير القعدة والتويلت والحوض، عامل كده حوض بوحدة شكله جميل جدا، طالع ترندي وجميل زي ما احنا شايفين. بجد الحمام تشطيبه تحفة قوي قوي. تسلم ايدك يا باشمهندس. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجوا عليه. وطبعا عامل ديكورات بقى حلوة والوان كده سيراميك شكلها جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. بجد تسلم ايدك يا باشمهندس، شغل بمنتهى الجمال، وعندهم امانة ودقة في الشغل. ودي الغرفة التالتة، هم مغيرين الشباك عاملينه ألمونتان، لكن مخلين الشيش اللي بره زي ما هو. فتشطيب حلو جدا ورائع وجميل، وهتطلعوا بأفكار حلوة من الشقة دي يا جماعة. عاملين شوية تشطيبات وديكورات حلوة جدا جدا هتستفيدوا منها. أتمنى يا رب إن الفيديو يكون عجبكم. وكل الفيديوهات اللي بنزلها انا بحاول بس اديكوا افكار لفرش شقق الاسكان الاجتماعي، زي ما انتوا عارفين تطلعوا منها بافكار او تشطيبات او حاجات جديدة في شقق الاسكان الاجتماعي لاستغلال المساحات، لان انتوا عارفين ان الشقق بتبقى مساحتها مش كبيرة قوي، بتبقى المساحة يدوبك على القد. فلو بتجيبوا عفش او بتفرشوا او بتجهزوا، هاتوا حاجات تكون مساحتها مش كبيرة قوي، على قد المكان كده. ما تنسوش بقى يا جماعة اللايك بتاعكم الجميل والاشتراك في القناة. بحبكم جدا يا اجمل متابعين في الدنيا. باي باي.